ذكرت بعض المواقع المغربية أن من بين الموقوفين الستة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة يوجد ضمنهم صاحب المقهى وشقيقه الذي كان يوم أمس الخميس مسرحا لجريمة إطلاق النار في مراكش، والذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الحادث. وأكدت بعض المصادر المطلعة على سير التحقيقات تفيد بأن مالك المقهى كان هو المستهدف الحقيقي من عملية القنص التي قيل إنها تمت باحترافية، لكن تبين أن العملية وقعت في خطأ فادح ومميت عندما تم إطلاق الرصاص على الطالب ومن كان برفقته عوض صاحب المقهى. وقالت بعض المصادر أن صاحب المقهى مواطن مغربي كان قاطنا في السابق بالديار الهولندية، كان جالسا في نفس الطاولة التي قتل فيها الطالب رفقة فتاة وزميل لهما قبل أن يغادرها بلحظات فقط ليأتي الجنات على دراجتهما ويطلق 4 رصاصات، واحدة في الهواء والثانية في رأس الطالب، ورصاصتان أصابت رفيق حمزة والفتاة. وتفيد بعض المعلومات أن مخطط ومدبر هذه الجريمة هو مهاجر مغربي يتواجد في هولندا ولديه حسابات ما مع صاحب المقهى، وأيضا قد تم تحديد مكان تواجده في انتظار القبض عليه. وفي بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني قالت أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تمكنت صباح اليوم الجمعة من توقيف 6 أشخاص يشتبه في صلتهم بجريمة القتل العمد بواسطة السلاح الناري بمدينة الدار البيضاء التي وقعت بأحد المقاهي بالحي الشتوي بمنطقة جليز بمراكش.